اللي ما عندهاش فرن وما عندهاش ميكروويف، ما تقلقيش خالص يا حبيبتي، هقولك هتعملي ايه. بكل بساطة هتقدري تنفذي الفكرة بتاعتنا، وطبعا امكانيات موجودة في كل مطبخ. هتجيبي الحلة بتاعتك او الطاسة زي ما انت شايفة كده، اي حاجة يكون ليها غطا. تمام. وهتجيبي حوالي نص كوباية من المية وتفضيها كده في الطاسة بتاعتك او الكسرولة او الحلة اللي انت هتستعمليها. وتجيبي مصفى برضو على نفس مقاس الكسرولة او الطاسة، وتقعديها فوقيها كده. وتقومي رايحة بقى ايه، جايبة عندك اي حاجة عايزة تسخنيها. طبعا اللي ما عندوش ميكروويف مش هتقف عندنا، احنا ما فيش حاجة بتقف علينا. الجيش قالك اتصرف واحنا بنتصرف. هتجيبي بقى اي حاجه انت عايزه تسخنيها، التوست، العيش، حته فرخه بايته عندك، سمك عايزه تسخنيه ومش عايزه، عشان ما تحطوهوش في الميه تاني تعملوا له دقه. وكمان لو سمك مقلي هتحطيه تاني في الزيت، لا غلط خالص. اسهل طريقه واصح طريقه، فعلا هي صحيه جدا اكتر من الميكرويف كمان، ان انت تسخني الاكل على البخار. تمام. هتجيبي بقى زي ما قلت لك نص كوبايه من الميه وتحطيها في الحله او في الطاسه بتاعتك، وتولعي البوتاجاز على نار يعني عايزه اقول لك ايه، متوسطه، مش عاليه ومش واطيه خالص. تمام. وتبداي بقى تحطي اي حاجه انت عايزه تسخنيها. عايزه اقول لكم الطريقه دي صحيه جدا 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 جدا، جميله جدا يا بنات، وعن تجربه. هتحطي بقى الفينو دوت، انا كنت جايباه من بالليل وابني الصبح رايح المدرسه وبيحب ان انا ايه يكون الاكل طازه كده، فرحت سخنته بالطريقه دي كده على البخار. عندك بقى زي ما قلت لك سمك بايت، فراخ، بواقي فراخ بايته عندك، او حتى ان كان انت طبختي بدري وخلصتي الاكل بدري وحابه تسخني الاكل، هتعملي بالطريقه دي. عايزه اقول لكم ممتازه، جميله جدا جدا، وكمان صحيه زي ما قلت لكم اكتر من الميكروويف كمان. يعني الفكره بدل ما نقول عليها ميكروويف الفقراء، هنقول عليها ممكن نستبدلها بميكروويف يعني الاكل الصحي، او ازاي هتسخني الاكل بطريقة صحية جدا 100%. تمام. زي ما انتم شايفين كده، هتحطي بقى العيش برضو. ناس كتير بتحب تسخن العيش كده على عين البوتاجاز وبيتلسع بقى ويبقى فيه بعض الحروق كده، والحاجات دي غلط ومش صحية خالص بالمرة. لا، اعملي زي ما انا بقولك كده. هتحطي المصفى بتاعتك على اي حاجة، حلة او طاسة او اي حاجة عندك تكون مقاسها، ورصي العيش بتاعك او كمية العيش وغطي، وسيبي النار كده واطية، وحطي نص كوباية من المية في ارضية الطاسة او الحلة. عايزه اقول لكم اتفرجي بقى على الاكل اكنك جايباه لسه طازه من الفرن، ايا كان بقى اللي انت هتسخنيه واللي انت هتشتغلي بيه. فكره سهله وبسيطه وموجوده في كل مطبخ. وزي ما قلنا ما تخليش حاجه تقف عندك. جربي، ابتكري، ابدعي في مطبخك يا ست الكل، واعملي كل اللي نفسك فيه، وما تخليش حاجه